تستعد بطولة كأس العرب لمواجهة مثيرة في ربع النهائي بين منتخب الإمارات ومنتخب الجزائر، حيث يعبر المدربان عن توقعاتهما وتحديات المباراة. قال مدرب منتخب الإمارات كوزيمين أولاريو إن المباراة أمام الجزائر ستكون صعبة، مشيرا إلى أن المنتخب الجزائري يعد من أبرز المرشحين للفوز بالبطولة. وفي المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة أكد أولاريو: سنواجه أحد المرشحين للفوز بالبطولة، مباراة صعبة وتحد جيد لنا. وأضاف: عندما تشارك في مثل هذه البطولات لن يكون لديك مباريات سهلة، والمواجهات بين المنتخبات التي تجمع أفضل اللاعبين هي دائما قوية. وتابع أولاريو بالقول: من يواجه أحد أقوى منتخبات البطولة وهو منتخب ناضج ويتحضر بشكل جيد، لديهم مدرب جيد، ويجب أن نجد التوازن المطلوب لمواجهة منتخب كالجزائر. المباراة تعد تحديا كبيرا بالنسبة لنا، وكلما تقدمنا في البطولة تصبح المهمة أصعب. من جهة أخرى، تحدث مدرب منتخب الجزائر الماجيك عن أهمية المباراة وأهمية التفاصيل الصغيرة في تحديد الفائز، حيث قال: سنلعب المباراة على جزئيات صغيرة لأنها تحسم بالتفاصيل الدقيقة. مهما كانت اختيارات المدرب بيتكوفيتش لكأس إفريقيا، تركيز اللاعبين هنا منصب على كأس العرب فقط. المنتخب الإماراتي قوي، وحتى عندما يخسر تكون النتائج متقاربة. يجب أن نرفع من مستوى الأداء ونكون أكثر حذرا. لدينا بعض الغيابات، وهذا يمنح الفرصة لعدد من اللاعبين لإثبات أنفسهم. تعد هذه المباراة اختبارا حقيقيا لكلا المنتخبين، حيث يسعى كل منهما لتحقيق الانتصار والتقدم في البطولة. هذه كانت تصريحات المدربين، فيمكننا القول: مع وجود مدربين ذوي خبرة ولاعبين متميزين، يبدو أن المباراة ستكون ملحمية، بتوفيق لمحاربي الصحراء.